السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي طلبة الصف الأول الإعدادي. إن شاء الله النهاردة هنشرح يونت 7 اللي بيتكلم عن الرويال باريد. معاكم فاطمة البنا وهنحل من كتاب تقييمات الوزارات. هنفتح مع بعض page 4. page 4 يا حبايبي بتبدأ ب lesson 1 the royal parade. يعني ايه رويال باريد؟ الموكب الملكي. تعال اقول لك الموكب الملكي ده شكله ايه. هنبص هنا نلاقي ان باريد معناها لاين طابور من الثينكس او البيبل. هنا احنا كنا شايفين طابور من الكارز اهيت ماشيه في موكب مهيب بيشوفوا العالم، بينقل فيه الرويال ماميز من المتحف المصري إلى متحف الحضارة. طبعا ده اتصور واتنقل لكل دول العالم علشان يبين قد ايه مصر بريزيرف بتحافظ على الهيريتج بتاعها، وبدأت تنقل هذه الآثار القيمة اللي موجودة في المتحف إلى مكان أوسع وهو متحف الحضارة. نرجع للصفحة بتاعتنا اللي هي page 4. بيقول choose the correct answer. هنختار الإجابة الصحيحة. It's our duty معناها من واجبنا to وفي هنا space our ancient monuments. What's the meaning of monuments؟ monuments اللي هي الآثار. طيب معنى الجملة من واجبنا نعمل إيه في الآثار القديمة بتاعتنا؟ يا ترى neglect نهمل، ignore نهمل أو نتجاهل، preserve نحافظ على، refuse نرفض. طبعا هنختار كلمة preserve. كلمة preserve معناها يحافظ على. question number 2 the preserved body. بما ان preserve معناها يحافظ على فبقت preserved هي الصفة من preserve. preserved bodies اللي هي الأجسام المحفوظة، يقصد طبعا بها مين؟ الماميز. طيب preserved bodies of ancient kings and queens are called اسمها royal ايه؟ لسه قايلين royal mummies. number 3 actors in historical movies. موفي معناها فيلم سينمائي. الممثلين في الأفلام السينمائية التاريخية always wear traditional. بيلبسوا traditional ايه؟ shirt قميص ولا costumes jewelry كايوس. طبعا هيلبسوا مش شرط أكيد ولا مجوهرات ولا كايوس، هيلبسوا أزياء خاصة بهذه المناسبة. ايه الفرق بين كاستيوم والاوتفيت؟ الاوتفيت اللي هو المظهر العام بتاعك لو انت خارج اي مكان، اي خروجه عاديه بتلبس هدوم عاديه جدا، ده الاوتفيت بتاعك المظهر الخارجي. انما الكاستيومز زي الحفلات التنكريه او مناسبات معينه فيها طقوس معينه فانا بلبس لها برضو لبس خاص بيها. على سبيل المثال لو انا مثلا أنا في حفلة مثلا، الحفلة دي معمولة عن حكاية تاريخية أو قصة تاريخية، فالأزياء اللي أنا هلبسها هتبقى عبارة عن أزياء من مثلا الأحداث التاريخية أو قدماء المصريين، أزياء فرعونية أو حاجة زي كده. number 4 people can travel from place to another. الناس بتسافر أو بتتنقل من مكان إلى آخر by using different types of. بتستعمل أنواع مختلفة من الإيه؟ من الclothes, colors, vehicles, presents. يعني إيه كلمة clothes؟ clothes يعني ملابس، colors ألوان، هتنقل بإيه؟ أكيد بكلمة vehicles معناها مركبات. مركبات أي حاجة ينفع أركبها فيها عجلات زي cars, buses, taxi or whatever. number 5 the synonym of gather. احنا قلنا كلمة synonym اللي هي نفس المعنى. نفس المعنى يعني المرادف. كلمة gather is not together. is ايه؟ connect together, control together, get together ولا send together. في الحقيقة في تعبير على بعضه اسمه get together معناها يجمع حاجة مع بعضها اللي هي ايه؟ gather. يبقى كلمة gather يجمع،
بتساوي كلمة get together. عندنا بعد كده الاكتيفيتي التاني في نفس البيج read and complete the text. في عندنا text المفروض ان احنا هناخد كلمة من دول ونحطها في السبيس المناسب ليها. طيب people all over the world. الناس في جميع انحاء العالم مالهم؟ watched the amazing Pharaoh's golden parade. بيشوفوا الموكب المدهش لنقل المومياوات on television or online. يا إما بيشوفوه في شاشة التلفاز أو على الإنترنت. The parade was not just a number one. ما كانش فقط مجرد إيه، ولكن it was a message. كان رسالة to the world للعالم that Egypt has إن مصر عندها السبيس الثاني its history with number 3 السبيس الثالث. وبعد كده Egypt will continue protecting. مصر هتفضل أو هتظل تحمي protecting its not for future generations للأجيال المستقبلية. كده عرفنا الموضوع العام لإيه؟ للتكست اللي عندنا. تعالوا نعمل نحل. يلا بينا. عندنا people all over the world watches the amazing Pharaoh's golden parade on television or online. The parade was not just a heritage معناها إرث. preserved يعني محفوظ. طيب احنا طالما في هنا آية حبايبي يبقى أنا هنا عايز noun. اوكي ceremony معناها طقس. bride فخر وبراود فخور. تمام؟ يبقى ده ما كانش مجرد ceremony and this is number 1. لا ده كان رسالة للعالم إن مصر إن مصر عندها نقط its history with. has عايزين وراها بي تصريف تالت. يبقى مصر has preserved يعني مصر حفظت التاريخ بتاعها والإرث بتاعها with نقط with ايه؟ with pride بكل فخر. اوكي Egypt will continue protecting وسوف تستمر مصر في حماية الايه؟ الإرث بتاعها الهيريتج. لمين؟ احنا بنحمي ده لمين؟ للفيوتشر جينيريشنز علشان يبقى فيه بريدج يبقى فيه وصلة ما بين الباست بتاعنا والفيوتشر. يبقى الجينيريشنز النيو جينيريشنز الأجيال الجديدة أو الفيوتشر جينيريشنز المستقبلية تبقى عارفة الروعة والجمال بتاع التاريخ بتاعها والحضارة بتاعتها. طيب بعد كده بيقول عايز موضوع تعبير من 90 words من 90 كلمة عن protecting our civilization. وانا هخصص لك حلقة فوق الرائعة هنعمل فيها خرائط ذهنية ازاي نعمل ال90 كلمة دول بمنتهى السهولة. ان شاء الله الحلقة دي قادمة بإذن الله. طيب البيج اللي بعدها دي على lesson 2 honoring the past تكريم الماضي building the future وبناء المستقبل. طيب الاكتيفيتي الاولاني هنختار برضو الكلمة الصحيحة. number 1 archaeologists. what's the meaning of archaeologists اللي هم علماء الآثار. يعني ايه علماء آثار؟ هم متخصصين في الحفر عن والكشف عن الآثار الحفاظ عليها وترميمها. الاركيولوجيستس دول مالهم؟ are trying بيحاولوا to space the old temples. بيعملوا ايه في المعابد القديمة؟ restore يستعيد، recycle يعيد تدوير، repeat يكرر، retain. طيب احنا هناخد عندنا كلمة restore. ليه restore يا ولاد؟ restore معناها يعيد يستعيد يعني يعيدها للحالة ايه؟ الطبيعية بتاعتها. يعني لو في محتاجة ترميم. وطبعا هم انا هقول لك على حاجة بيعملوا ايه؟ بيكونوا so cautious وهم بيلمسوا الحاجات دي. بيستعملوا ادوات مش بتجرح هذه الماميز، بيلبسوا جلوفز
لأن هم خبراء في التعامل مع هذه المونومنتس. طيب the monuments were made of stone. يبقى الآثار اللي لسه قايلينها من شوية كانت مصنوعة من الحجارة. that الحجارة التي نقط for centuries. centuries معناها قرون. القرن ده كام سنة؟ 100. طيب عايزين نقول دامت أو استمرت. عندنا كلمة last. last أساسا معناها الأخير لو هي جت صفر. طب لو جت verb يبقى معناها continue go on يستمر. lasted for centuries معناها استمرت لإيه؟ لقرون. بعد كده the streets were not with the fans. الفانز اللي هم المشجعين. يبقى الشوارع كانت إيه بالفانز؟ receiving the winning team. طيب ال streets were معناها كانت played with the fans painted with the fans lined with. lined يعني يصطف. يعني ايه يصطف؟ يعني مليانة صفوف. تمام؟ الشوارع كانت زحمة مليانة صفوف من الناس مستنية الباريد يتفرجوا عليه. طيب الرويال تومز. يبقى احنا عندنا هنا كلمة ايه؟ line معناها يصطف. dead kings. يعني ايه dead kings؟ king معناها ملك وديد معناها متوفى. and queens. في عندي ملك وملكة مش موجودين متوفين. are not in royal tombs. دول مدفونين في مقابر ملكية. يعني ايه يدفن؟ عندك يدفن معناها bury. bury معناها يدفن. انا عايزة اجيب الصفة من bury تبقى buried. كلمة buried هنلاحظ ان الواي كان في قبلها هنا حرف ساكن. الواي هتتحول لاي اي دي فهيبقى شكلها كده يا حبايبي. هتبقى buried يعني مدفونة. طيب وكلمة توم البي عندنا دي مش هنطقها. تومز معناها مقابر. طيب بعد كده number 5. The Na'at Egyptian Museum is one of the biggest museums in the world. طب السبيس ده هنحط فيه ايه؟ Egyptian Museum يعني المتحف المصري هو واحد من أكبر المتاحف في العالم. زي ايه؟ The Grand Egyptian Museum. برافو. واحنا بناخد الانيشيالز الحروف الأولية من الكلمة دي ويبقى اسمه GEM. GEM means Grand Egyptian Museum. So G stands for Grand. هناخد منها الحرف الأولاني ال E for Egyptian and M for Museum. Activity number 2 وده من أجمل الأسئلة اللي احنا هنتعرض لها النهارده لأن ده سؤال جرامر والجرامر بتاع الدرس ده في منتهى السهولة والجمال. طيب It's necessary بيقول rewrite أعد كتابة the following sentences using the words in brackets. أعد كتابة الجمل الآتية باستخدام الوردز اللي في البراكتس يعني الكلمات اللي ما بين البراكتس الأقواس. هنيجي مع بعض هنجيب القاعدة دي ونشرحها بالتفصيل. خليك معي. الجملة الأولانية بتقول It's necessary for taxi drivers to hold valid driving license. يعني it is necessary for معناها من الضروري أن. من الضروري لمين؟ for taxi drivers to وادي المصدر وبقية الجملة. المفروض إن must معناها يجب أن. مين اللي يجب عليه إنه يبقى معاه license رخصة؟ التاكسي درايفرز. يبقى هبدأ من عند التاكسي درايفرز هنشيل to ونحط كلمة must. هنستخدم must يبقى taxi drivers must hold valid driving license. يبقى سواقين التاكسي لازم يبقى معاهم لايسنس سارية المفعول. رقم 2 students mustn't eat. نحط خط تحت mustn't. فين المصدر عندنا؟ eat. mustn't eat التلاميذ ممنوع أو المفروض إن هم ما ياكلوش في school library في المكتبة بتاعة المدرسة. طيب عايز allowed. كلمة allow معناها يسمح
allowed معناها مسموح بيه. طب هنا مسموح ولا ممنوع؟ ممنوع، يبقى allowed ولا not allowed؟ not allowed. تمام؟ يبقى students are not allowed to eat in the school library. يبقى هنبدأ بمين؟ students ونكمل are not allowed to ونكمل eat in the school library. طبعا احنا اللي هنحذفه mustn't. تمام؟ يبقى aren't allowed to تساوي في المعنى كلمة mustn't. Number 3. It's important من المهم أن to wake up early to be able تصحى بدري عشان تكون قادر على catch the school bus إنك تلحق أتوبيس المدرسة. مطلوب مني أستعمل should، يبين طبعا إنها نصيحة، should تستخدم في النصيحة. طيب من الضروري أن أنا بكلم مين؟ أنا بنصح مين؟ أنا بنصح شخص واقف قدامي، صح كده؟ فأنا هقول لما أجي أستعمل should واضح إن الإس هنا إيه؟ small، فمش هينفع أبدأ بشود، لازم أجيب قبلها الشخص اللي أنا بنصحه، غالبا هيكون you. طيب يبقى احنا هنقول هنا you should وندور على المصدر. فين المصدر؟ wake up early، كل ده هنكتبه بعد you should. يبقى you should wake up early to be able to catch the school bus. بعد كده طبعا احنا كل ده هنشيل. Number 4 it isn't necessary for her to come early next Saturday. It isn't necessary، ليس من الضروري. لمين؟ ليها هي to والمصدر. مطلوب مني استعمل have to. have to معناها يجب أن. الجملة بتقول مش من الضروري، يبقى أنا هقول يجب أن ولا يجب أن لا عشان تناسب المعنى. هقول يجب أن لا، يبقى أنا مش عايز have to بس، أنا عايز قبلها don't أو doesn't have to. تمام؟ طيب هنبص هنا نلاقي it isn't necessary for her. مين الفاعل عندنا؟ her اللي هي she، هنكتب she don't ولا doesn't؟ برافو عليكم، she doesn't وأكمل have to، ومن بعد to بقى come early next Saturday هنكتب كل الجزء ده. يبقى it isn't necessary معناها ليس من الضروري، يعني ادت معنى النفي، يبقى أنا كمان هنزل الجزء ده بس منفي. خلاص؟ طيب يبقى she doesn't have to ليس من الضروري بالنسبة لها هي. طيب her يا جماعة ضمير مفعول، her ضمير مفعول، يبقى أنا عايزة أقول هي بس لما تيجي مكان المفعول يعني مكان المفعول به مش هتبقى she، هتبقى her. طيب لو أنا جبتها أول الجملة عايزة أبدأ بيها ينفع أقول her؟ مش هينفع، لازم أقول إيه؟ لازم أقول she. مديني جمل إضافية بيقول if I were you I would make a study plan. زي ما قلت لك إن دي بتستخدم للنصيحة، لو كنت مكانك كنت هعمل كذا كذا، يبقى أنا بنصحك أنت، بكلمك أنت، يبقى أنا هستعمل you should، مش هنبدأ بshould، لازم نحط you الأول وبعدين should. يبقى you should فين المصدر؟ من عند make. You should make a study plan. make ونكمل. طيب it's obligatory من الضروري أن أو إلزامي. كلمة obligatory معناها إلزامي. لمين؟ للستودنتس، للتلاميذ. يبقى مين الفاعل اللي عندي اللي بعد for؟ هو ده الفاعل بتاعي، يعني ده اللي أنا هبدأ بيه الجملة. أوكي؟ طيب يبقى أنا هكتب هنا students في الأول وهستعمل have to وأدور على المصدر. فين المصدر؟ هو برضو اللي بعد to هنا
wear the school uniforms. لازم يلبسوا هدوم المدرسة بتاعتهم. يبقى students have to wear their school uniform وأكمل الجملة بتاعتي عادي جدا. تمام؟ طيب هنيجي بعد كده للبيج اللي بعدها عند lesson 3. Discovering the Grand Egyptian Museum. تعالوا نستكشف المتحف المصري الكبير. طيب choose the correct answer from A, B, C or D. عندنا N أكيد هتيجي وراها كلمة تبدأ بفاول بحرف متحرك N A، يبقى أنا هنا عايز اسم. is a public display هو عرض عام of objects or artworks للقطع الفنية أو بعض العناصر الفنية. طيب exhibition المكان اللي أنا بعرض فيه الآثار أو القطع الفنية، هل هو exhibition exercise exertion extension؟ ها مين اللي جت عندي معناها معرض؟ exhibition معناها معرض، يبقى display معناها عرض public display. اوكي هي كلمة exhibit أو يعرض في exhibition المعرض نفسه. طيب the new administrative capital العاصمة الإدارية الجديدة is a symbol of. دي تركيبة على بعضها كده رمز للفخر القومي. يعني ايه فخر؟ يعني pride. حلو. a symbol of national pride رمز للفخر القومي. العاصمة الإدارية لأنها من المشاريع العملاقة الذكية اللي قامت بها الحكومة مؤخرا. The Grand Egyptian Museum المتحف المصري الكبير ماله؟ is a note of history and technology. حلو. هو دلوقتي بيربط ما بين التاريخ والتكنولوجي. ليه بقى؟ لأن احنا جوه المتحف هنلاقي قطع أثرية جميلة وكتيرة جدا، وكمان بيستعملوا التكنولوجي في عرض هذه القطع الأثرية. فبقى هو عبارة عن بريدج كوبري ما بين الهيستوري اند تكنولوجي. يبقى احنا هنقول ايه؟ هو عبارة عن خليط من ميكس بلند. يعني ايه بلند؟ معناها خليط. يبقى هو خليط من الهيستوري والتكنولوجي. Number 4 the world sees the GEM. وقلنا GEM اللي هو الجراند ايجيبشن ميوزيوم المتحف المصري الكبير. يبقى العالم كله شاف المتحف المصري الكبير كايه؟ largest museum for a single ايه؟ civilization لحضارة فردية واحدة. يبقى كل المعروضات دي كانت لحضارة ايه؟ single civilization لحضارة واحدة. Number 5 بيقول famous museums المتاحف المشهورة often غالبا have لديها فيها مركز للايه؟ للconservation conservation center مركز للمحافظة conservation center، وكمان فيها سينما وكمان فيها library. conservation محافظة. بعد كده عندنا filling gaps. بيقول read and complete the text. text معناها النص، الكلمة دي مهمة. text يعني القطعة اللي عندي دي with the words دي الكلمات in the box. طيب explore يستكشف، displays عروض، tradition تقليد، workshops ورش، وimportant يعني مهم. what makes the Grand Egyptian Museum special؟ إنه خليط من إيه؟ مع التكنولوجي، خليط من التراديشن مع التكنولوجي. يبقى this is number 1. interactive وكمان في عروض تفاعلية، في interactive displays وكمان 3D models and digital guides. دي بتسمح للفيزيتورز، بتسمح للزوار ان هم نقط في هنا space ancient spaces ancient Egypt يستكشفوا مصر القديمة. يعني ايه يستكشف؟ يعني explore. يبقى to explore ancient Egypt in a different way بطريقة مختلفة.
طبعا طريقة فيها تكنولوجي، طريقة متقدمة، ده شيء رائع. The GEM also المتحف المصري الكبير includes في ايه قلنا فوق؟ conservation center مركز للمحافظة، library مكتبة، وفي سينما and spaces for وأماكن لإيه؟ للورش، بنعمل ورش workshops and culture events وأحداث ثقافية. مطلوب مني أعمل برضو موضوع من 90 word عن having museums is very important. ليه المتاحف مهمة في بلدك؟ ده قلناها إن شاء الله بإذن الرحمن، هنخصص حلقة مخصوصة إزاي نعمل أفكار في هذه الموضوعات بطريقة الخرائط الذهنية، بحيث إن إحنا يبقى سهل علينا معانا أفكار نكمل عليها، ندي أمثلة، خلاص اتعمل الموضوع بتاعنا. دي هنعملها في حلقة لوحدها. طيب نكمل. ده بقى التقييم الاسبوعي، يعني احنا خلصنا الاكتيفيتيز اللي موجوده على اليونت. ناخد بقى الايه التقييمات البسيطه اللي فيها تشوز الجميله دي. choose the correct answer برضو هنختار الجروب A، ده الجروب الاولاني. بنقول crowds of people معناها حشود من الناس، gathered تجمعوا in the square في الميدان، square معناها مربع وهنا معناها ميدان. to watch the golden عشان يشوفوا الجولدن ايه؟ الموكب الذهبي golden parade. jeans and sneakers الجينز والسنيكر، سنيكر حذاء رياضي، are not مش مسموح بيهم، are not allowed according to the dress code طبقا لقواعد اللبس. حاطين قواعد لللبس في المدرسة وبنقول ممنوع الدخول بجينز أو سنيكرز. Number 3 wedding نقط differ يعني تختلف، wedding اللي هي الزفاف. احنا عايزين نقول الطقوس بتاعة الزفاف بتختلف من بلد إلى أخرى. يعني إيه طقوس؟ يعني ceremonies. برضو هنرجع لمust وmustn't الإلزام. بيقول rewrite the following sentences using the words in brackets. أعد كتابة الجمل باستخدام الكلمات ما بين الأقواس. كلمة mustn't يلا الشاطرين بقى. smoking isn't allowed غير مسموح، هي كلمة mustn't معناها ممنوع. حلو. smoking isn't allowed in hospital التدخين ممنوع في المستشفيات. يبقى ينفع أبدأ بmustn't؟ لا، هو كلام لمين؟ للجمهور. يبقى you mustn't وفين المصدر؟ المصدر المفروض عندي كلمة smoke أشيل منها ing تبقى you mustn't smoke in hospitals. تمام؟ It is important to من الضروري أن، من المهم أن، هنستعمل مكانها كلمة should، يبقى مش هنستعمل should بس ولكن هستعمل you should. You should إيه يا ولاد؟ هنيجي على المصدر you should organize your time wisely. يبقى أنا هستغنى عن مين؟ It is important to من الضروري أن لأنها تدي نفس معنى كلمة should. بعد كده هنختار the history culture دي الجروب الثاني، دي جروب B. Choose the correct answer from A, B, C or D. The history, culture and the traditions of a country اسمها التاريخ، الثقافة، التقاليد بتاعت أي country، بتاعت أي بلد. دي كده اسمها إيه؟ اسمها review, heritage, cinema, theater. اسمها إيه؟ heritage. يعني إيه heritage؟ معناها إرث، الإرث الثقافي. تمام؟ طيب archaeologists يعني ايه archaeologists؟ علماء الآثار اللي بيهتموا بالآثار وبينقبوا عنها، بيكشفوا عنها يعني. طيب مالهم؟ have to protect ancient لازم يحموا نقط carefully ancient dresses, people, artifacts, orders. مين الكلمة اللي معناها آثار؟ artifacts. The Grand Egyptian Museum المتحف المصري الكبير يعتبر a link. يعني ايه link؟ يعني وصلة، يعني connection ما بين
Egypt's great past. الماضي الرائع لمصر و it's not future. What's the meaning of promising؟ يعني واعد. It's a promising future. والمستقبل الواعد بتاعها. كلمة promising بتساوي كلمة hopeful. أعد كتابة الجمل. استعمل كلمة should. يلا ها، لمحنا advice يبقى هنعمل ايه؟ هنشيل advice ونحط you should. My advice is to. نصيحتي إن تعمل كذا كذا يبقى you should يجب أن. وندور على المصدر. فين المصدر؟ اللي بيبقى يا ولاد بعد to على طول. يبقى have a study timetable هنجيبها هنا. يبقى you should have a study timetable ونكمل. الجملة اللي بعدها you aren't allowed to. أنت ممنوع تعمل كذا. ها، يبقى هنكتب الفاعل زي ما هو you. مطلوب مني استعمل mustn't. يجب أن لا، نفس معنى aren't allowed to. يبقى you mustn't. طبعا must ما بيجيش وراها to يا ولاد، بيجي وراها المصدر على طول. يبقى هنستعمل المصدر اللي هو to. You mustn't talk while the teacher. ونكمل. نيجي دلوقتي لجروب سي. جروب سي بيقول it's expected، من المتوقع أن المتحف المصري will not a big number of artifacts. يعني إيه؟ يضم، يحتوي على. برافو. كلمة هاوس ليه يا ميس؟ مش هاوس دي كان معناها منزل؟ ولكن هنا هيحتوي على عدد من الارتيفاكتس. هنا هاوس جاية فعل. يبقى هاوس يضم مجموعة من الارتيفاكتس. رقم 2 بيقول means people's way of life. هي طريقة الناس في الحياة. دي اسمها ايه؟ عادات وتقاليد. عادات يعني ايه؟ يعني customs. امال ايه costumes دي؟ costumes معناها ملابس، ازياء تنكرية، ملابس خاصة لمناسبة معينة. during the parade. اثناء الباريد، اثناء الموكب. the streets were. الشوارع كانت مصطفى ب with proud Egyptians. يعني ايه proud Egyptian؟ proud يعني فخور بالمصريين اللي هم يشعروا بالفخر. يبقى احنا هنكتب كلمة lines. lines معناها يصطف بيه، لان احنا قلنا line معناها ايه؟ طابور او صف. الريرايت اللي هنا بيقول it's very important to. من المهم أن to wear your school uniform. your أنا هنا بكلمك أنت. uniform every day. يبقى أنا هقول you have to. هو قال استعمل have to، يجب أن. وندور على المصدر. قلنا المصدر اللي بيبقى بعد to. يبقى you have to wear your school uniform. ونكمل عادي جدا. I advise you not to. I advise you not to. أنصحك أن لا talk loudly during class time. إنك تتكلم بصوت عالي أثناء الفصل أو أثناء الشرح أو أثناء الحصة بتاعتك. فهنا هنكتب you shouldn't. ما ينفعش أبدأ بشود على طول أو shouldn't على طول، لأن النصيحة دي موجهة لشخص وغالبا بيكون واقف قدامي. you shouldn't اللي بعد to. should يا جماعة ما يجيش بعدها to، يجي وراها المصدر على طول. خلاص؟ يبقى you shouldn't talk معناها يجب أن لا تتكلم loudly بصوت عالي during class time أثناء وقت الحصة. تمام كده؟ نيجي للليسون اللي بعده. ده في الستوري بيتكلم على the golden goose، الإوزة الذهبية. This is chapter 1 بيتكلم عن ال 3 brothers. برضو هحكي لك الستوري في حلقة لوحدها. دلوقتي هنحل مع بعض الأسئلة ونفتكر الأحداث بسرعة. People who don't think about other people's needs or feelings are called. أنا دلوقتي مش بفكر غير في نفسي وبس، مش بفكر في حد تاني. يبقى ايه؟ يبقى انا شخص اناني. هنا انسب تعبير عن الشخص الذي لا يهتم بمشاعر الاخرين اسمه ايه؟ selfish. يعني ايه selfish؟ اناني. طيب the middle son، الابن الاوسط. الابن الاوسط
نقط في هنا space at the old man and walked away. لأن الولد الأوسط كان ماشي في الغابة فقابله the old man طلب منه food and drink and water but لكن الولد رفض. هو طلب منه الراجل العجوز طلب منه بعض الأكل. طبعا هو ما كانش عايز الأكل والمية لكن هو الراجل العجوز ده كان بيختبرهم هم هيدوه ولا لأ. يعني هم هيرضوا يساعدوه ولا هم شخص مش بيفكر إلا في نفسه بس. المهم الميدل سان عمل ضحك على الراجل العجوز ومشي بعيد. لما الراجل العجوز طلب منه أكل ومية he laughed at him ضحك عليه سخر منه ومشي بعيد عنه ورفض إن هو يساعده. يبقى laughed at the old man and walked away ومشى بعيد. أصغر ولد اللي هو يعتبر أكتر واحد his heart full of kindness يعني قلبه مليان مليان عطف وطيبة. عشان كده الولد ده لما كان بيضحك كتير كانوا بيقولوا عليه داملينج كانوا مسميينه داملينج. يعني ايه داملينج؟ يعني أحمق أهبل كده يعني اسم. طيب the youngest son's heart قلب الولد الصغير كان مليان كان مليان عطف لأن ده الوحيد اللي فعلا ساعد الراجل العجوز في الغابة. بعد كده حط true or false. The middle son was clever but kind. الميدل son الأوسط الولد الأوسط كان clever ولكن kind was clever but kind. He was kind? No. لا ما كانش kind ولا حاجة بدليل إن هو رفض يساعد الأولد مان. ففولس دي معناها no. يبقى أنا هكتب هنا no. The old man asked for food and money. هو الراجل العجوز طلب فلوس ولا طلب أكل ومية؟ أكل ومية. إذا دي مش مظبوط مش صح. يبقى برضه false. The father sent his sons to the forest to cut wood. الأب بعت أبنائه إلى الغابة علشان يقطعوا خشب. الكلام ده صح؟ فعلا that's true. بس بعتهم الثلاثة مع بعض؟ no. بعت كل واحد لوحده. The eldest son was kind and selfish. eldest معناها الكبير. كان kind عطوف وأناني؟ no he wasn't kind at all. يبقى دي كمان false ما كانش عطوف. هو كان أناني عطوف لا. The eldest son eldest يعني الكبير rudely بوقاحة refused to help the old man رفض يساعد الراجل العجوز. فعلا هو ده اللي حصل. عشان كده هنقول عليها عبارة صحيحة. Answer the following. What did the eldest and the middle sons call their youngest brother? كلمة call معناها يسمون. كانوا بيسموا أخوهم الصغير كانوا بيسموه بيسموه dumpling. dumpling معناها أخرق. dumpling يعني بالترجمة بهلول. What did the old man ask for and how did the eldest son react? طيب هنا السؤال ده عبارة عن جزئين. الجزء الأولاني ماذا طلب الأولد مان؟ طلب He asked for food and water. طلب مية. طيب how did the eldest son react? He refused rudely. He refused rudely بوقاحة. خلاص هو رفض بوقاحة. بعد كده what do you think of the middle son؟ ايه رأيك في الولد الوسطاني؟ ايه رأيك في تصرفه؟ لان هو laughed ضحك على الراجل العجوز وسابه ومشي. هقول he is not kind. اختار كلمات بسيطة تعبر بيها عن فكرتك. الولد ما كانش عطوف. Why do you think the eldest son injured his hand؟ يا ترى الولد الكبير ليه عور ايده؟ كلمة injured معناها جرح او اصاب his hand. ليه بقى؟ لان هو لما جه
يضرب بالفاس، الفاس الاكس حصل ايه؟ slipped and cut his hand. slipped يعني اتزحلق وعور ايده. طيب why do you think the eldest son injured his hand? Because he refused. عشان هو رفض يساعد. Because he refused to help انه يساعد the old man. تمام؟ آخر لسونين. The opening of the World Cup in Qatar 2022 was in كأس العالم اللي تم افتتاحه في قطر في 2022. كأس العالم ده كان رائع. كلمة رائع معناها ordinary عادي، breathtaking sad dull. ها كان ايه؟ كلمة breathtaking. breathtaking it was magnificent رائع very wonderful. People write advice blogs. يعني ايه advice blogs؟ يعني انا رايح مكان فانا هعمل لك advice blog. blog اللي يعني مدونة. هقول لك المفروض تعمل ايه وما تعملش ايه في المكان ده. You should and shouldn't do what you must do كده. To tell other people how to do things. ازاي تعمل الاشياء in a not and respectful way. انا هنا عايز adjective. عايز صفة. ليه بقى؟ Because of and. And means way. هنا adjective يبقى أنا هنا كمان عايز adjective. أوكي؟ طيب يبقى people write advice blogs to tell other people how to do علشان تحكي للناس تانية how to do things إزاي يعملوا الأشياء in a safe بطريقة آمنة. In a safe way it means safely. In a safe way بطريقة آمنة. هي كلمة safely بأمان. أوكي؟ طيب all Egyptians should visit. كل المصريين لازم يزوروا the Grand Egyptian Museum المتحف المصري الكبير to learn about عشان يتعلموا عن the wisdom. wisdom معناها الحكمة of our ايه؟ children حكمة أطفالنا. grand children أحفادنا. ancestors أسلاف وأجداد. عن حكمة أسلاف وأجداد قدماء الأسلاف بتاعتنا بتاعت قدماء المصريين. تمام. when we visit a museum لما بنيجي نزور متحف إيه اللي بيحصل؟ we have to يأتي بعدها مصدر. يبقى أنا عايز هنا infinitive. لازم نعمل إيه في المونuments؟ نخربها نبوظها؟ no. we have to respect. This is the infinitive. ليه بقى؟ عشان هنا عندنا اس مش عايزينها ed مش عايزينها ful تعمل الصفة وأنا مش عايز صفة. أنا هنا عايز إيه؟ أنا هنا عايز المصدر. برافو. Number 5 visiting the civilization museum متحف الحضارة. Give me the chance بيديني فرصة to note the greatness of. أنا هنا محتاج verb. To waste the greatness إن أنا أضيع العظمة أو الروعة بتاعت مصر with my eyes. ده في هنا حاجة جميلة قوي. حاجة أنا عملتها with my eyes بعناية. see with my eyes يعني witness معناها يشاهد. يبقى أنا عندي كلمة إيه؟ witness يعني يشاهد with his own eyes يعني يشهد حاجة بعينه. طيب سؤال الريرايت بيقول I think museums are very important. أعتقد إن الميوزيومز مهمة جدا. استعمل in my opinion في رأيي. I think هي in my opinion. أوكي يبقى in my opinion ونعمل comma museums are very important. يبقى in my opinion
نعمل كوما وهنكمل من أول هنا. طبعا I think هشيلها. Museums are very important. Number 2. His heart is full of kindness. قلبه مليء بالkindness. kindness زي ما احنا شايفين دي noun. noun جت ازاي؟ عندي كلمة kind دي adjective دي صفة. حطيت لها الsuffix nes. طبعا suffix معناها نهاية. فبقت kind دي صفة زودت لها nes بقت noun. مطلوب مني استعمل كلمة kind يعني his heart is full of kindness. هي he is kind يعني هو شخص ايه عطوف. يبقى دي هتبقى ايه؟ he is kind. تمام؟ طيب بعد كده number 3. I am very proud of our great history. Our great history is full of مليء بالإيه؟ عايزين الاسم بقى اللي هي كلمة bright. is full of bright. Our great history التاريخ بتاعنا مليء بالفخر، مليء بالحضارة، مليء بالثقافة. طيب يبقى أنا حولت proud of اللي هي الصفة استعملت مكانها الاسم اللي هو bright. طيب my friend suggested أنا صديقي اقترح. كلمة suggest معناها اقترح. visiting Alexandria Library. مين اللي اقترح؟ صديقي صح كده؟ طيب يبقى صديقي نصحني بزيارة أو نصحني إني أزور مكتبة الإسكندرية. يبقى my friend صديقي عمل إيه؟ نصحني. جبت نصحني منين؟ هو قال لي استعمليه advice verb. يبقى my friend advised me نصحني أنا to visit أن أزور to visit أزور إيه وأكمل مكتبة الإسكندرية Alexandria Library. بيقول write a text about برضو 90 words بيتكلم عن why we should visit the Grand Egyptian Museum. بيتكلم عن المميزات والحاجات الرائعة اللي موجودة داخل المتحف المصري الكبير. طيب تمام كده. آخر حاجة عندنا في الأسسمنت بتاعنا جروب A filling gaps. برضو هناخد كلمات وننزلها في التكست اللي عندنا. عندنا كلمة masterpiece. masterpiece معناها تحفة فنية. masterpiece تحفة فنية. زي لوحة الإيه يا ولاد؟ زي لوحة الموناليزا. الموناليزا ليه بتعتبر a masterpiece؟ لأن once أنت وقفت في أي زاوية هي أصلا عبارة عن واحدة ست بتبتسم، ومن اللوحات الفنية المشهورة جدا. ولو وقفت في أي اتجاه هتلاقي الابتسامة دي موجهة لك، هتحس إن هي بتبصلك. وقفت هنا وقفت هنا وقفت في أي مكان. This is the masterpiece of Mona Lisa. So إحنا عندنا كمان masterpieces. Last week I watched the opening. شفت الافتتاح بتاع GEM. It was كان حدث إيه؟ طيب masterpiece ولا rich breathtaking؟ برافو. breathtaking يعني it means رائع خلاب حاجة كده super wow. يبقى أول واحدة breathtaking event. I watched it not on TV. أنا شفته مباشر. يعني إيه مباشر؟ live. So number 2 I watched it live on TV. The whole event looked like الحدث كله كان عامل كأنه masterpiece تحفة فنية. Through such events ومن خلال هذه الأحداث Egypt's show مصر بتبين shows what? show the world بتوري للعالم how great إلى أي مدى the pharaohs كانوا ناس رائعين where and how not our history is how rich. What's the meaning of rich? rich معناها غني.
قد ايه الحضاره، معقول كل كميه الماستر بيسز والاثار، كل المونومنتس دي موجوده for a single civilization؟ yes. معناها ان كانت حضاره غنيه بالافكار وغنيه بالثقافات، فبقت الايه الماستر بيسز بتاعتها كتيره. فهنا قد ايه هي ريتش، وقد ايه الهيستوري التاريخ بتاعنا ريتش غني. طيب witness amazing powerful historians amazed. ايه الفرق بين amazing و amazed؟ طيب amazing الشيء، يعني انا اقول مثلا in I saw an amazing film. انا شفت فيلم amazing يعني مدهش، يعني هو سبب ان انا اندهش. تمام؟ طب هل ممكن اقول على شخص انه amazing؟ لو في حد من الممثلين تمثيله بيعجبني، فانا ممكن اقول he is amazing because he is بيعمل ايه؟ هو مسبب للشعور، يعني هو بيخليني yes amazed. انما amazed انا الشخص اللي صاحب الشعور ده، يعني انا الذي اشعر، أنا اللي بحس بالدهشة والذهول. طيب we are going to visit the Grand Egyptian Museum next week. يعني الأسبوع الجاي رايحين المتحف المصري. I'm sure we will see. إحنا هنشوف نقط artifacts inside. يبقى هنشوف amazing ولا amazed؟ يبقى amazing. أنا هشوف قطع أثرية amazing يعني مذهل. We will not the beauty of our beloved country. We will witness. سوف نشاهد ايه؟ الجمال بتاع بلدنا المحبوبة. Through the eyes of tourists. تشوف السياح أول ما يدخل، شوف التماثيل يشعر بالدهشة. Okay? So بتشوف الدهشة في عيون التورستس. طيب guides and what help the visitors. الجايدز وايه تاني؟ historians معناها مؤرخين بيساعدوا الزوار learn about our great history. The place is very modern and المكان ايه is very modern and powerful ولا amazed؟ I'm talking about the place المكان. I think it's a powerful مكان قوي. strong قوي في الايه؟ في emotions. So amazed this is for persons not for places. طيب نيجي على جروب سي. في عندي كلمة respect, preserve, proud, wisdom, pride. مطلوب مننا ان احنا ناخد كلمة من دول نملى بيها الفراغات السبيسز الموجودة في التكست. يعني انا شايفة ان احنا نقرا التكست حلو جدا، بعد كده نبدا يعني نفهم الموضوع، بعد كده ننزل بالكلمات. زياره المتحف المصري visiting الجراند ايجيبشن ميوزيوم مالها is a very amazing experience. تعتبر تجربه مميزه او مدهشه. ليه؟ it fills every Egyptian with بتملأ كل مصري بايه؟ when we go لما بنروح المتحف we must help يجب ان نساعد في ايه؟ our heritage معناها الإرث بتاعنا عن طريق following the rules اتباع القواعد. كمان we must not the monuments يجب أن نعمل إيه في الآثار. a good visit shows الزيارة الجيدة توضح the نقط of our ancestors معناها الأجداد والأسلاف. and keeps their history alive وبتخلي التاريخ بتاعهم alive يعني حي. أول حاجة زيارة المتحف المصري هي تجربة فريدة أو مميزة. it fills every Egyptian. كلمة fill with pride. fill with pride يعني يملأ بالفخر أهي. fill with pride. يبقى fill every Egyptian. لما أنا أقول مثلا إن التاريخ ده fill me with pride يعني مليء بالفخر أو زودني فخر. طيب when we go we must help يجب أن نساعد في الحفاظ preserve our heritage
ان احنا نحافظ على الارث بتاعنا باتباع الايه؟ الرولز. We must respect، يجب ان نحترم the monuments، المومياوات. A good visit shows that، بتبين الحكمة بتاعة ancestors، يبقى wisdom and keeps their history alive، وبيجعل الهيستوري بتاعهم، التاريخ بتاعهم حي قدام. تمام؟ طيب دي بقى ريفيجن حلوة قوي على اليونت. بتبدأ بديالوج. الديالوج ده محادثة ما بين هاني اند فادي. طيب مهم قوي ان احنا نقرا السؤال كويس جدا كذا مرة قبل ما نحل. يعني ما حاولش احل من غير ما اقرا الكونفرسيشن كلها، الديالوج كله. هقرا الديالوج على بعضه علشان افهم الموضوع العام بيتكلم عن ايه، وبعدين ابدا احل. طيب السطر الاولاني ده سطر خطير. هاني وفادي ار توكن اباوت، بيتكلموا عن ايه؟ عن الاونلاين جيمز، الالعاب الالكترونيه اللي هي عبر الانترنت، بلعبها اونلاين جيمز. طيب فهاني بيقول وات ار يو دوينج، فادي بتعمل ايه يا فادي؟ قال له I'm doing my، انا بعمل كذا. I always do it after school، ده انا على طول بعمله بعد المدرسة. ايه ده بيعمل ايه؟ هنعرف دلوقتي. فهاني قال وانا كمان me too. After I finish my homework، بعد ما بخلص الواجب. يبقى هنا كان الكلام على مين؟ على الهومورك. very good. يبقى أول ما بخلص الواجب I usually play online games، بلعب ألعاب أونلاين، بلعب عبر الإنترنت. Do you enjoy playing؟ هل تستمتع بلعب الإيه؟ الأونلاين games. very good. قال له yes I love them، أنا بحبهم. I always use my smartphone to play games online، ده أنا كمان بستعمل الهاتف بتاعي في اللعب. قال له who do you play with؟ ويا ترى بتلعب مع مين؟ قال له I play with my cousin، أنا بلعب مع ابن عمي. How much do you spend playing online؟ بتقضي وقت قد إيه؟ قال له بقضي حوالي، وهيديله وقت. تحت هاني قال له only an hour، بيعيد الكلام. إذا الكلام ده اتقال فوق، طالما بيعيده يبقى الكلام ده اتقال فوق. قال له ساعة واحدة بس، يبقى هو فوق كان بيقول له إيه؟ أنا بلعب لمدة ساعة. تمام؟ طيب بعد كده I sometimes، قال له يا ابني ده أنا أحيانا play for 3 hours، ده أنا بلعب 3 ساعات. قال له you shouldn't spend too much time playing games، هيبدأ يديله نصيحة ويقول له ما تقعدش تلعب كتير. في النهاية قال له you are right، معاك حق. نرجع ليه الأول. دلوقتي هما كانوا بيعملوا إيه؟ قال له أنت بتعمل إيه؟ قال له I am doing my homework. هجيب homework منين؟ من تحت. so مهم جدا علشان أعرف السؤال لازم أقرأ الإجابة تحت كويس جدا. فهنا قال له after I finish my homework، يبقى هنا هو كان بيعمل الإيه؟ الhomework. طيب بعد كده I usually play online games. Do you enjoy playing online games؟ هو أنت كمان بتحب تلعب أونلاين؟ قال له yes I love them. I always use my smartphone to play، إني ألعب games أونلاين. تمام؟ وبعدين سأله who do you play with؟ أكيد بيلعب مع حد ولا يلعب لوحده؟ هو قال له أنا بلعب مع my cousin. I play with my cousin، بلعب مع ابن عمي. how much نقط do you spend؟ how much time؟ بتقعد وقت قد إيه؟ قال له أنا بقعد. هل هجيب تايم من دماغي؟ لا، عشان تحت هنا قال له only 1 hour، يعني أنا بلعب ساعة واحدة. يبقى هنا نفس الكلام، يبقى I spend around حوالي 1 hour، بقضي حوالي إيه؟ ساعة. طيب وبعدين قال له only 1 hour، ساعة واحدة، أنا بقضي 3 ساعات. وقال له المفروض ما تقعدش وقت كتير، وهاني وافق على هذا الكلام وقال له you are right، يعني معاك حق. كده خلصت الكونفرسيشن، المحادثة ما بين الاتنين.
برضو تاني معانا text وهنفيلن gaps. بيقول visiting the Grand Egyptian Museum. خلي بالنا الحاجات عمالة تتكرر. is a breathtaking experience. وقلنا breathtaking معناها حاجة تاخد الأنفاس، تقطع الأنفاس، يعني حاجة خلابة جميلة رائعة. that fills every Egyptian with. هيملأنا بالإيه؟ بالفخر. with pride. طبعا احنا هنا عايزين براود الصفة، مش هنحتاجها هنا، عايزين برايد الاسم. when we go. ولما بندخل المتحف you must follow the rules. لازم تتبع القواعد. to help نقط our heritage. ايه ده؟ ما الكلام ده كان لسه فوق. ماشي نقوله تاني. to help ايه؟ عشان preserve نحافظ على التراث. and you must respect the royal mummies. لازم تحترم الماميز. اوكي؟ نحترم الايه؟ الماميز. and other monuments. نحترم الماميز ونحترم المونومنتس، مومياوات وآثار. you mustn't touch anything. ممنوع نلمس أي حاجة. and you should speak. يجب أن تتكلم بأي طريقة؟ يبقى أنا هنا عايز ظرف. quietly. نتكلم بإيه؟ بطريقة هادئة. تمام؟ you have to book your ticket. book معناها يحجز. book هنا جاي فعل. but you don't have to bring a guide because information is everywhere. انت مش محتاج انك تجيب معاك جايد. زي زمان في المتاحف كان لازم يدخل معاك جايد عشان يقولك الهيستوري بتاع المونومنتس، يقولك تاريخ هذه الآثار عاملة ازاي. ولكن هنا في عندك التكنولوجي بقى اشتغلت، انت مش محتاج بقى ان انت تجيب. ليه بقى؟ لان المعلومات everywhere. بيبقى في عندك شاشات مزودة بأي حاجة ممكن تسأل عنها. you shouldn't block the holes. block the holes يعني يعوق الطرقات. الهول اللي هي الساحة، ما ينفعش ان احنا نعمل تزاحم في الهولز which are often lined with visitors. لانها بتبقى مليانة زوار. a good visit. الزيارة الجيدة shows the what of our ancestors. هتبين wisdom لسه قايلينها برضو فوق of our ancestors and keep their history alive. وبتخلي الهيستوري بتاعهم alive يعني حي قدامنا. طيب بعد كده عندنا text وعليه أسئلة. احنا هنقرأ الأسئلة الأول. أي text، أي قطعة للفهم مهم قوي نقرأ الأسئلة الأول وبعدين نرجع نشوف القطعة بتتكلم عن إيه. طيب the main idea of this text. لسه قايلك من شوية text معناها نص أو قطعة، والمين idea يعني الفكرة الرئيسة. الفكرة الرئيسية بتتكلم عن إيه؟ السؤال الثاني the underlined word. الكلمة التي تحتها خط اللي هي كلمة consequences. consequences معناها إيه؟ معناها the نقط of an action. أي كلمة من هنا تدي معنى consequences. أصلا كلمة consequences معناها نتائج. أوكي؟ أي كلمة من تحت معناها نتائج. طيب وبعد كده في أسئلة بقى answer. who helped عمر with his choice. مين ساعد عمر في اختياره. what does the underlined pronoun him refer to. والunderlined pronoun يعني يجيب لك ضمير وتحته خط ويقول لك refer to معناها يشير إلى. why do you think Omar's teammates were proud of him. ليه أصحابه في الفريق كانوا فخورين بيه؟ ليه تفتكر إن هما كانوا فخورين بيه؟ أوكي نرجع بقى للقطعة بتاعتنا. last month الشهر اللي فات عمر faced a difficult decision. يعني إيه difficult decision؟ يعني قرار صعب. إيه اللي حصل له؟ قال لك his basketball team فريق الباسكتبول had a very important final match. كان عنده final match مهم جدا. on the same day في نفس اليوم اللي عيلته هتعمل رحلة تزور فيها الجدة المريضة. عمر loved basketball. دلوقتي بقت في مشكلة، يروح يزور جدته ولا يروح
المباراة النهائية. طيب and didn't want to miss the final ومش عايز يعدي النهائي بتاع المباراة. But he also loved his grandmother and knew it was important to be with his family. عارف انه من المهم بيحب جدته، من المهم يبقى مع عيلته. He felt very confused. هنا جت المشكلة، الولد بقى متلخبط مش عارف يروح مع عيلته ولا يروح يحضر الفاينل بتاع الماتش، وقرر he decided to ask his coach. مين ساعده بقى في القرار دوت؟ مهم أوي ان احنا نسأل اكبر مننا. فالمدرب بتاعه لما سأله for advice لنصيحة his coach told him، المدرب بتاعه قال له sometimes in life أحيانا you have to choose what is truly important. نختار الحاجة اللي هي فعلا مهمة. think about فكر في the long term consequences، فكر في النتائج على المدى الطويل ايه اللي هيحصل. and bold عمر thought about this. طيب he knew that، فكر بقى عمر وقال if he missed the match لو انا فوتت المباراة his team might lose ممكن الفريق بتاعي يخسر. ولكن if he missed the family visit لو ضيع الزيارة العائلية he would regret it ممكن يندم deeply بعمق. إذن مين هنا الأكثر أهمية، الزيارة العائلية ولا الفاينل؟ بقت الزيارة العائلية. he made responsible choice وهو ده يا جماعة عنوان القطعة. خيار مسؤول مش الخيار اللي بيتاكل. he made the responsible choice عمل يعني خد قرار انه لا لازم هروح مع عيلتي والمباراة ممكن حد غيري يلعبها ويفوزوا عادي مفيش مشكلة. and went with his family وراح مع عيلته. his grandmother was جدته كانت very happy to see him. جدته كانت مبسوطة قوي انها شافته. when he returned ولما رجع his teammates understood his decision. زمايله بقى لما رجع اعتذر لهم يعني قدروا هذا القرار بتاعه. and they were proud هم بقى اصحابه كانوا فخورين بيه. طب يا ترى ليه فخورين بيه؟ of him دي يقصد بيها مين؟ عمر صح كده؟ كانوا فخورين بعمر for being لانه كان شخص caring معناها شخص مسؤول. انا لازم يبقى عندي التزامات ناحية عيلتي. طيب السؤال الاولاني يا ترى الفكرة الرئيسية كانت بتحكي عن ايه؟ بتحكي عن how to win a basketball match ازاي تفوز في مباراة الباسكتبول. a dream job وظيفة الاحلام. making a responsible choice ازاي تعمل خيار مسؤول. visiting relatives زيارة الاقارب. لا هو بيتكلم عن الاختيار المسؤول. اختيار مسؤول. ليه مسؤول؟ لان هو مهم جدا وبين شخصيته قد ايه هو شخص ايه مهتم بعيلته. كلمة consequences لسه قايلينها معناها results يعني نتائج. هو helped عمر يا جماعة مين ساعد عمر في انه ياخد القرار بتاعه؟ فاحنا قلنا his coach الكوتش بتاعه. اوكي What does the underlined pronoun him refer to؟ طب him دي كنا بنقول تشير إلى مين؟ عايدة على عمر. تقصد مين؟ تقصد عمر. Why do you think Amar's teammates were proud of him؟ ليه؟ أصحابه فخورين بيه because he is a caring person. ممكن آخد حاجة تانية علشان هو أخد القرار السليم. تمام خلصت القطعة على كده. نيجي على اللي choose something which is extremely beautiful حاجة غاية في الجمال تبقى magnificent يعني رائعة أو خلابة. الجراند Egyptian Museum is a nod of national pride يعني إيه رمز يا ولاد؟ قلنا symbol وقلنا ده collocation على بعضه دي مصطلح على بعضه. symbol of national pride هو رمز للفخر القومي. Number 3 our archaeologists work very hard
علماء الآثار بتعمل جيدا to not our ancient artifacts. بيعملوا ايه؟ السؤال ده اتكرر فوق، قلنا restore يعني يستعيد ويسترد. كلمة magnificent هي كلمة breathtaking synonym معناها مرادف، تساويها في المعنى. The youngest son أسئلة الستوري قصة. The youngest son refused to share his bread with the older man. أصغر ولد رفض إنه يشارك الخبز بتاعه. رفض؟ لا، مين اللي رفض؟ الكبير والأوسط، إنما الصغير لا. The middle son laughed. الولد الأوسط ضحك على الراجل العجوز. Yes. What happened to the eldest son? هقول he cut his hand. إيده اتعورت. What did the eldest and the middle son think Dumpling would do? فاكرين ان داملينج هيعمل ايه يا ولاد؟ قالوا بقى ايه؟ انا والكبير رحنا الغابه نجيب خشب، معرفناش، انت بقى المفعوص الصغير اللي هتعرف، انت مش هتعرف تجيب حاجه. يبقى they think they would do nothing. think that he would do nothing. ده مش هيعمل حاجة، ده الصغير ده، يعني احنا الكبار معرفناش نعمل حاجة، انت اللي هتعمل. بعد كده سؤال الجرامر بيقول I advise you to. هنقطع من عند الايه؟ من عند to ونيجي عند المصدر. should ينفع نحط should لوحدها يا ولاد؟ لا ما ينفعش، يبقى you should وبعد كده المصدر. يبقى you should ايه؟ فين المصدر؟ help your mom at home، هنحطها هنا. سؤال رقم 2 it isn't allowed to eat. مش مسموح ان انت تاكل في مكتبة المدرسة، برضو ده متكرر، يبقى you mustn't eat. you mustn't eat in the school library. ماشي، يبقى احنا هنيجي من اول هنا برضو من عند to وهنشيل. students have to wear the uniforms. هو مين اللي المفروض يلبسوا؟ الستودنتس. تمام كده؟ يبقى من الضروري it's necessary. من الضروري it's necessary. لمين بقى؟ for students، للتلاميذ، إن هم to wear to المصدر، إن هم يلبسوا اليونيفورم بتاعهم to wear their uniform. جبناها ازاي بقى الجملة دي؟ students التلاميذ have to wear يجب أن يرتدوا. طب أنا عايزة أقول من الضروري أن، هبدأ بالمقطع ده it's necessary. طب ينفع أقول to wear their uniforms؟ no. محتاجة أجيب الكلام موجه لمين؟ أنا بتكلم عن الستودنتس، يبقى أحط for الأول وبعد كده students وأقول المفروض يعملوا إيه. يبقى من الضروري لمين؟ للستودنتس يعملوا إيه؟ to wear the uniform. آخر جملة معانا it isn't useful for children. مش من المفيد للأطفال. أنا هنا بتكلم عن مين يا ولاد؟ عن الأطفال. يبقى هبدأ بيها children، الأطفال المفروض يعملوا إيه؟ قالك shouldn't يجب أن لا، يبقى children shouldn't وعايزين وراها مصدر من غير to. shouldn't إيه؟ eat a lot of sweets. المفروض ما ياكلوش حلويات كتير. eat a lot of sweets. تمام؟ آخر حاجة اكتب موضوع تعبير paragraph a visit to the Grand Egyptian Museum. عايز فقرة من 90 كلمة عن زيارة للمتحف المصري، ودي هنعملها بالخرائط الذهنية لوحدها. كده وصلنا لنهاية اليونت، حل اليونت السابع، كده خلصناه.
اتمنى تكونوا استفدتوا سنة اولى، ويعني اي حد واقف قدامه حاجة برضو يبعت لي في الكومنتس. كان معاكم فاطمة البنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.